الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اخترت لكم اليوم خاطرة سميتها جرعة أمل. ما دمت حيا في هذه الحياة يجب أن تفكر دائما في أن موت أي شيء فيك هو بعث لشيء جديد فيك. هكذا دائما يجب أن تقضي ما تبقى من عمرك. لا ترضى بالفشل، لا ترضى بالضعف، لأنه يوجد أناس لديهم قدرات خارقة في التصدي لأي صدمة، ويحولون هذه الصدمة إلى قوة، إلى قدرات خارقة. يحولون هذه الصدمات والندوب الناتجة عنها ندوب النفس والروح والعقل. طبعا هذه الندوب ما هي إلا آثار هذه الحياة علينا، فلنجعل من هذه الندوب وسيلة للوصول ووسيلة لصنع أي شخص يستحق أن يكون فيها أقوى، قويا فأقوى. فلتجعل نفسك مثل عظم منكسر لا يمكنه أن ينكسر مرة أخرى. هل نستطيع أن نكسر العظم مرة أخرى؟ إذا كان العظم مكسورا لا يمكن كسره مرة أخرى. فلتكن مثل العظم المنكسر لا ينكسر مرة أخرى. هكذا يجب أن تجعل من هذه الندوب التي كسرت روحك وأرهقتك أن لا يمكنها أن تكسرك مرة أخرى، لأنك سوف تقوى، سوف تكون صلد الروح والنفس والعقل، سوف تجعل من هذه الندوب حافزك في هذه الحياة. وثق بالله، ثق كل الثقة أن الله خلقك وأوجدك في هذه الحياة لتكون قويا فأقوى وأكبر من هذه الصدمات. أي نعم، أكبر من هذه الصدمات التي مررت بها، بل سوف تجعلك قويا أكثر مما كنت عليه. فقط تحمل، تحمل وتحمل. تحمل هذه الهموم والأوجاع وتعايش معها، تعايش معها بكل روح ونفس وعقل قوي. لا ترضى أن تكون ضعيفا، لا يجب أن ترضى أن تكون ضعيفا، فهذه الحياة لا تقبل بالضعيف. دائما قل يا رب يا رب يا رب. لا تقل يا رب لي هم كبير، وإنما قل دائما يا هم لي رب كبير. ثق بالله، كن واثقا كل الثقة بالله، وامضي في هذه الحياة وكن واثقا بأن الله سوف يعوضك. يجب أن تمضي في هذه الحياة لا مفر، لا تتوقف، لا تضعف. فالحياة هي مزيج بين الصدمات والوحلات والرحلات والفرحات. استغل الفرحة، استغل الفرحة لتعطيك أملا جديدا في هذه الحياة، وتقوى على هذه الصدمات والوحلات. يجب أن تعطي لنفسك جرعة أمل. بقلمي وصوتي أنا الدكتورة زياد